وجد لا يدريه إلا من يسكن فيه، أبديه أو أخفيه هو ملك رسول الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سيرة شيخ مشايخ الطرق الصوفية. شيخ على قدم النبي سلوكه، شيخ على قدم النبي سلوكه، فطريقه عن جده مسنون، وإمام صدق لو فقهت طريقه أدركت سر الشرع كيف يكون. يقطر منه العلم والكرم كما تقطر حبات المطر فوق سقف زاويته الصوفية، ليجعل أفئدة من الناس تأوي إلى ظله البيبون، متلمسين العطايا والكرامات التي أجراها الحق على يديه، ليس لأنه خادم للعلم وحسب، بل وصاحب فضيلة لا يزال أثرها في السطور والصدور. شيخ رباني وأديب موفور الأدب، لما يستقل به من جمال أسلوب وصدق الكلمات وسهولة المعنى ورقة الموعظة. نذر نفسه لله فجعله الله ممن يدخل في قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ليس غريبا تلك السمات الربانية في الداعية الكبير الشيخ يوسف أبو شريعة أبا يحيى، الذي ولد في بيت علم ودين، فقد كان والده محمد قاضيا يحكم بين الناس بالحق والعدل، مما رسخ لتلك العائلة مكانتها بالكرامات وحب الناس جميعا، كما ويمتازون بالتواضع والكرم كابرا عن كابر. أما على صعيد إخوته فقد كان لأخيه الأكبر إبراهيم الكثير من الكرامات، ولما توفي الشيخ إبراهيم واصل الشيخ يوسف درب أخيه. وقد تلقى الخرفة والبيعة عن الشيخ سعد الدين الزعيم على الطرق الصوفية الأربع، والتي كان محبا لها منذ صغر سنه، ليواصل المسير في الدعوة إلى الله. مضى شيخنا يوسف بطريقته داعيا إلى الله ومعلما للعلوم الدينية، وعالما جليلا وخطيبا متكلما ومطلعا واسعا بأسلوب العلم وعذوبة المنطق وإتقان اللغة العربية الفصحى، مما جعله متحدثا بارعا، كما كانت قوة عاطفته وحماسته الإيمانية من أهم أسباب جذب تأثيره على مستمعيه. وأنت في الشارع، وأنت في البيت، وأنت في حالة بيع وشراء، في حالة يقظة ومنام، لا تخرج عن طاعة الله ورسوله ولا قيد أنملة. والحق أن الشيخ رحمه الله قد أناره الله من المواهب والقدرات، ومنحه من المؤهلات ما يمكنه من احتلال هذه المكانة الرفيعة في عالم الدعوة والدعاء. انظر هذا الحديث، انظر هذا الكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك يأخذ بهذه يقدمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. المسؤول أسأل الله تبارك وتعالى وهن الجميع بهذا اليوم الفضيلة، وكل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا مليون مرحبا، إنهم كل أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولأن الدعوة سبيل المؤمن للبذل والعطاء، قام بإنشاء زاوية صوفية في بيته، والتي كانت الأكبر في فلسطين، وقد كان وما زال يتدارس أهل العلم فيها القرآن الكريم والسنة النبوية. أما عن علاقته بمن حوله كان طيب المعاشرة حسن السيرة، مما جعل له آفاق من المحبة والتوقير بين أوساط المجتمع، سواء كانت في غزة أو في الداخل المحتل. وليس غريبا أن يبني أهالي بلدة سخنين مسجدا باسمه لما أسداه لهم الشيخ من علم وكرامات وهداية نحو طريق الله سبحانه وتعالى، فكلما ذهب إليهم استقبلته الأرواح قبل الأجساد، وكأنهم في يوم عيد. أهلا وسهلا في بلدك سخنين وبين أهلك ومفتيك، أهلا وسهلا بالجميع. وعلى قدر الإيمان يكون الابتلاء، فقد وقع بشيخنا المرض فاشتد عليه، فقام بزيارات عديدة إلى الداخل المحتل، ويشهد لأهلنا هناك وقوفهم مع الشيخ في محنته في حله وترحاله، ليقترب الزمان ويقبض العلم، ولتحين ساعة الحق بالموت المبين، لترحل الروح إلى بارئها. وكما يقال: إن تقاربت الأرواح تقاربت الأجساد. لقد كان رحيله عن الدنيا في أحضان أهل سخنين، ليكتب الله سبحانه لهم أن يودعوه بعد وفاته، ليصل الخبر لذويه، لينطلق موكب جنازته الحاشد بالعلماء والمشايخ والتلاميذ، والألم يحتصر قلوبهم بوفاة شيخنا الفقيد. رحل أمير العلم وصاحب الكرامات، وغرس في بساتين الدنيا التقوى والزهد، لكن ما خفف وجع الرحيل هو أنه رحل جسدا وخلد علما ومحبة في قلوب الجميع. جزاك الله عنا خيرا يا شيخ يوسف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرك أجر الصابرين المحتسبين، وإن ربنا ما يضيع لنا ولك عمل. الشيخ يوسف أبو شريعة أبا يحيى كانت كراماته ثابتة، وكان وليا من أولياء الله الصالحين، عرف من عرف وجهل من جهل. والله أيها الإخوة في الله، عندما كنا نأتي لهذا الشيخ كان الإنسان منا قد يكون ألم بمعصية في هذه الحياة أو ألم بذنب، تجد الشيخ كان يتحدث معنا في أمراضنا، وكان يتحدث معنا في عللنا دون أن نتكلم ودون أن نشعر، كان يستخرج ما في قلوبنا. أمير للجمال وللمعالي، وتعرف فضله شم الجبال.
تسامى في رحاب الله حتى تمنته المفاخر والعوالي. له في العلم زاد ليس يفنى، له في الخير من شتى الفعال. لقد عاش الحياة بمد يد ولم يبخل على أهل السؤال. له من اسمه نور أنيق لما كسبوا ليوسف من جمالي. أخاطب وده ليظل نحوي ولكن كل حي للزوال. ستبقى بعد فقدكم المعاني معطرة بآيات الكمال. رحلت عن الدنا جسدا وظلت أبا يحيى حروفك في المقال. أبا يحيى حروفك في المقال.